الفيديو في المطار. زي ما انتوا شايفين انا هنا في مطار برلين، وانا النهارده هروح مصر لاول مره. انا متحمسه جدا وانا هاخدكم معايا طبعا في الرحله الى مصر، وانا هروح مصر لاول مره في حياتي. انا متحمسه عشان بقالي وقت طويل وانا بستعد للرحله دي، بقالي 3 شهور وانا بتعلم اللهجه المصريه، واخيرا ممكن استخدمه في الحياه اليوميه في القاهره. والنهارده هنشوف ان شاء الله مع بعض الرحله ازاي من مطار برلين الى مطار سفنكس. يعني هو مش مطار القاهرة الكبير والمشهور، بل هو المطار الجديد في الجيزة، وهصور لكم إن شاء الله المطار ده وهديكم بعض المعلومات عنه. وطبعا أنا هروح القاهرة وأنا عايزة أصور لكم تجربتي في القاهرة. يعني طبعا لو انتم مهتمين بالموضوع ده تابعوني على اليوتيوب. وهنوصل ان شاء الله الساعة 7. للأسف الطيارة اوريدي متأخر شوية، يعني ساعة متأخر، بس ان شاء الله هنوصل الساعة 7. بعد كده هاخد اوبر لوسط البلد عشان حجزت الفندق بتاعي في وسط البلد. ولو هتبقى عندي طاقة احنا هنشوف وسط البلد عامل ازاي في الليل، ونشوف الجو في وسط البلد. وبرضو انا عايزة اكل حاجة، وانا عايزة اروح جدا المطعم المشهور في القاهرة اللي هو ابو طارق للكشري، وهنشوف مع بعض الاكل ازاي، وهنشوف جو وسط البلد في الليل. ولو انتم مهتمين باليوم الاول ليا في القاهرة اتفرجوا الفيديو لحد النهاية، وإن شاء الله هديكم بعض المعلومات المهمة، وهتشوفوا تجربتي في القاهرة ازاي ويوم الأول في القاهرة. وهشوفكم لما يفتح الجيت إن شاء الله. ولكن بعدين أخدت بالي من حاجة غريبة جدا في الريسيت اللي حصلت عليه بعد تسليم شنطتي عند تشيك إن، يعني الورقة اللي مكتوب فيها كل التفاصيل بتاعة شنطتي. شوفوا المشكلة هنا في الريسيت بتاع الشنطة. أنا مش رايحة هيوستن جولف ايربورت، مش فاهمة ايه ده. أنا رايحة القاهرة يعني مطار سفنكس، ليه هنا مكتوب هيوستن جولف ايربورت؟ هنشوف لو الشنطة هتوصل ولا لأ، هقولكم بعدين. وبصراحة كنت قلقانة شوية، وسألت بعض موظفي المطار وقالوا لي إنه كل شيء تمام كده. وبعد الأكل رحت الجيت. وقبل ما وصلت الطيارة كان لازم إملاء الاستمارة دي. زي ما انتوا شايفين لما توصلوا مطار سفنكس هتكونوا في الدور الثاني، وتحت كل المحلات والمناطق الانتظار، وبتوقع انه ده المكان اللي موجودين فيه الناس المسافرين من المطار الى بلدان تانية. والصور على الحيطة دي هتحسسك ان انت بجد وصلت الدنيا.
وبعدين نزلت السلم ده ووصلت إلى المنطقة اللي فيها ال ATMs. ولو عندكم جواز سفر بيسمح بفيزا on arrival ممكن تشتروا التأشيرة من هنا، ولازم تدفعوا $25. وشكل الفيزا كده، وبعد ما اشتريته رحت ال immigrations area والموظفين حطوا التأشيرة في جواز السفر. الحمد لله جاء الشنطة. ولو انتوا عايزين تشتروا سيم كارت ممكن تعملوا ده برضو في المطار، وفي الحتة دي يعني جوه المطار شركات السيم كارت والخطوط. رحت المسجد الصغير قدام المطار وهو أنسب مكان لطلب الأوبر، وكان طلب الأوبر محتاج وقت شوية عشان أول سواق أوبر طلب مني ضعف كمية المبلغ الموجودة في الأب، فلغيته المشوار، والسواق التاني ما لحقش يوصل المطار، بس السواق التالت وصل وأخدني إلى وسط البلد، وكان الأجرة حوالي 400 جنيه. انا وصلت الفندق وبجد حلو قوي وهوريكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين انا وصلت بالسلامة والشنطة برضو وصلت بالسلامة الحمد لله. وهنا انتوا شايفين الفندق عامل ازاي. ما كانش في منظر في الأوضة، بس ده ما كانش مشكلة خالص بالنسبة لي عشان الأوضة كانت هادية جدا وما سمعتش أي دوشة من الشارع، ودي حاجة مميزة نظرا لأن الفندق في قلب وسط البلد في القاهرة. وحاجة تانية بتميز الأوضة إن هي مكونة من دورين. زي ما انتوا شايفين السرير هنا بجد مرتب جدا. عجبتني الفكرة كتير إنه في دورين في الأوضة، يعني زي ما انتوا شايفين حلو قوي. $25 وده بيعادل تقريبا يعني 1200 جنيه، وبحس انه بجد المكان تحفة. هنا في برضو مراية، وبوريكم برضو الحمام. أنا دلوقتي في الفندق اللي حجزته وهو في وسط البلد، وبجد كان تجربة لحد دلوقتي يعني كويس قوي. الركوب الأوبر كان برضو كويس قوي، والفندق ده عجبني. هروح برا وأشوف الجو في وسط البلد عامل ازاي في الوقت ده، وكمان إن شاء الله هاكل كشري، وهنشوف الكشري من أشهر مطاعم في وسط البلد وفي مصر. الحمد لله وصلت عشان الدنيا زحمة قوي.
ورغم إنه الساعة كانت متأخرة جدا، يعني كنت هناك حوالي الساعة 11 في الليل، بس كان المطعم مليان أشخاص وعائلات. شوفوا الاسانسير بتاع الفندق قديم جدا بس حلو. لازم نفتح الباب. لو ما نقفل الباب كويس الاسانسير مش شغال، عشان كده نقفل. والأسانسير ما كانش الحاجة الوحيدة اللي كانت قديمة جدا في العمارة، بل كان في برضو صناديق البريد الحلوة دي. كنت في الفندق ليلة واحدة بس، وبعدين انتقلت لمنطقة تانية وتمشيت شوية في منطقة مصر الجديدة، وكده حاولت أتعود أكتر على الجو والشوارع والدوشة. وعديت بحديقة اسمها حديقة ماريلاند، واشتريت تذكرة ب30 جنيه. وكانت الحديقة فاضية تقريبا وهادية جدا. وجوه الحديقة كانت حديقة الحيوان وألعاب كتيرة للأطفال، والمكان حسسني براحة داخلية زي واحة في وسط الدوشة وزحمة في شوارع القاهرة. ودي نهاية الفيديو بتاع رحلتي من ألمانيا إلى مصر. ولو انتوا عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر عن مصر والقاهرة، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وبشوفكم في الفيديو الجاي.